السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم، وحشتوني قوي في قناتكم ومطبخكم. شرفتوني في قناة أسرار الطبخ أم أمير. زي ما انتوا شايفين، ايه رأيكم في صينية البشاميل الجميلة دي؟ ايه رأيكم فيها؟ هنعمل مع بعض صينية المكرونة النجريسكو. هنعمل صينية النجريسكو بالفراخ. قطعنا خرطة من مكرونة النجريسكو، وزي ما انتوا شايفين طعم الفراخ فيها لذيذ جدا لان التتبيلة فيها خطيرة جدا، وكمان الزيتون والفلفل الاخضر عامل عمايله، ليها طعم وليها تركات، والبشاميل اللي فيها ايه دايب دوب. يلا علشان نشوف المكرونة النجريسكو بحركاتها وتوابلها الخطيرة هتودينا لحد فين. نشوف ونتابع المكرونة النجريسكو. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتفعيل الجرس. يلا نشوف. زي ما انتوا شايفين معايا بصلتين قطعتهم جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان معايا 2 من الفلفل الاخضر و2 فلفل الوان قطعتهم شرايح مع معلقتين 3 من الزيت، ومعايا فرخة مخلية وركين وصدرين جايباهم مخليين. طبعا بعد ما اتنقعوا قبل الخلي اتنقعوا في ملح وخل وليمون ودقيق وميه ربع ساعة. بعد كده خليتهم انا بايديا عادي جدا، او اي واحد بتاع فراخ ممكن يخليهم، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض لما البصل بتاعنا يشف، يعني يبقى لونه شفاف، وكمان الفلفل الاخضر يدبل سنة. هنا هننزل بقى التوابل بتاعتنا، والتوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة صغيرة ممسوحة طبعا من الملح، فلفل اسمر، بابريكا، معلقة صغيرة برضو ممسوحة من البابريكا، وما ننساش برضو رشة شطة للي عايزها حراقة شوية او عايزها سبايسي، وكمان معلقة صغيرة من ورق اللورة المطحون، وكمان ما ننساش ال7 بهارات. ونقلب ده كله مع بعضه، وبعد كده هننزل بالمشروم. المشروم اللي معايا معلب، طبعا صفيته من المية بتاعته ونزلته على طول. بعد ما الفراخ اخدت تشويحة هياخد كمان المشروم تشويحة كمان مع الخضار والفراخ والبصل كله مع بعضه. معاكم لحد كده واحدة واحدة معاكم اهو. هننزل بعد كده معلقة من الثوم المدقوق، وهنقلب برضو لحد ما ريحة الثوم الحلوة كده تطلع، واحس ان ريحة الثوم طلعت كده وملت المكان. والفراخ كمان خدت لها تشويحة حلوة هي والفلفل الاخضر. الخطوات معاكم اهوت واحدة بواحدة. اخر حاجة هننزل الفلفل الاخضر، سوري يا جماعة، هننزل الزيتون الاخضر معانا. طبعا الزيتون اللي معايا مخلي وحلقات زي ما انتوا شايفين كده. مش هياخد بقى كتير، هياخد تقريبا دقيقة وهنرفع على طول. هنسلق دلوقتي المكرونة بتاعتنا. كمان معايا رتل من اللبن عليه معلقة ونص من الدقيق علشان هنعمل الكريمة. طبعا الكريمة من بره هنجيبها غالية جدا،
هنقدر نعمل الكريمة احنا بايدينا، زي ما في الحمام الكذاب في الكريمة الكذابة، وهي سهلة جدا. عبارة عن رتل من اللبن وعليه معلقة ونص دقيق وعليه معلقتين من الزبدة. قلبنا طبعا الدقيق على البارد ونزلنا الزبدة وهو على النار دلوقتي، والمكرونة هنسيبها لحد ما تتسلق، ولا حطينا زيت ولا اي حاجة، لكن حطينا معلقة كبيرة من الملح في حلة المكرونة بتاعة السليق. كلام جميل، كلام جميل. هنا زي ما انتوا شايفين بعد ما نزلنا معلقتين الزبدة هننزل نص كوباية من القشطة، قشطة اللبن او القشطة اللي بتجيبيها من السوبر ماركت. هنقلب ده كله مع بعضه علشان تديني كريمة لباني. او حسيتي انها مش مكلفة عليكي ممكن تشتريها من بره كريمة لباني عادية خالص. هنا المكرونة بتاعتنا اتسلقت اهي 3/4 سوا، يعني اخدت سوا كامل الا ربع. هنا خلاص الكريمة بتاعتنا بقت مظبوطة 100%. كريمة ولا مش كريمة؟ كريمة لباني، هو ده اللي احنا عايزينه. خلاص كده طفينا على المكرونة وهنعمل البشاميل. حطينا 3 معالق من الزبدة على معلقة من الزيت، وكمان نزلنا 3 معالق، سوري يا جماعة، 3 معالق من الدقيق يتشوحوا شوية في الزبدة ومعلقة الزيت زي ما انتوا شايفين كده. واول ما تتشوحت الدقيق كويس اتشوح مع الزبدة والزيت وبقى لونه محمر شوية صغيرين، على طول هننزل بالكريمة اللباني، قال يعني كريمة لباني. ونقلب الكلام ده كله على طول. حلو الكلام، كلام جميل. وبعد كده نزلنا بمعلقة ممسوحة من الفلفل الأسمر وملح، وكمان نزلنا نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا، وحطيت كمان مرقة دجاج مكعب واحد. حبيتي تستغني عنه مفيش أي مشاكل، يبقى الفلفل الأسمر ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وحبيتي ترشي رشة صغيرة من القرفة مفيش أي مشاكل. خلاص كده أول ما عملت بقى كده وحسيت إن استوى قفلت على طول عليه. هنطبق بقى الصينية بتاعتنا. نزلنا 3 كرنيبات من البشاميل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. حلو الكلام، كلام جميل. تابعوا معايا الفيديو علشان هنطبق الصينية النجريسكو كلها دلوقتي مع بعضها. خلاص بعد ما سلقنا المكرونة نزلناها على طول لحد ما اتصفت. بعد كده زي ما انتوا شايفين صينية مقاس 30 نزلنا 3 من كرنيب البشاميل اللي احنا عملناه، وهننزل المكرونة. هنعمل طبقات دلوقتي، في كل طبقة هننزل بعد كده بشاميل، وهننزل الفراخ، حشوة الفراخ. هنشوف اول طبقة هننزل المكرونة اهوت. هنزل طبقة المكرونة، هنعملها بايديا المرة دي علشان املى الفراغات اللي موجودة قدامي. البشاميل بالشكل ده، هملة الفراغات كلها بتاعت البشاميل او اللي في الصينية بالشكل ده بالمكرونة.
فهملى بايديا الفراغات بالمكرونة بالشكل ده. دي اول طبقة عملتها. كلام جميل، كلام جميل. بعد كده زي ما انتوا شايفين مش هعمل طبعا البشاميل دلوقتي، لكن انا بقلبه علشان ما يتخنش معايا. في كل مرة اقلبه تقليبتين كده علشان ما يمسكش ويتخن ويتقل معايا قوي. لازم اقلبه في كل مرة، اقلبه كده تقليبتين. هنحط دلوقتي بعد كده الفراخ. وعلى فكرة زي ما انا قلت لكم برضو ان المكرونة اللي معايا مسلوقة 3/4 سليق، يعني مش مسلوقة سلق كامل، 3/4. وهي طبعا هتكمل بقية التسوية بتاعتها في الفرن. هننزل هنا الفراخ بالمشروم بالفلفل الاخضر، الحشوة بتاعت النجريسكو. هننزل نص الحشوة بتاعت النجريسكو. هندي طبقة كده وهنفرد في الصينية طبقة من حشوة النجريسكو، ونوزع الحشوة في الصينية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا لسه معايا حشوة من النجريسكو. انا حطيت طبقة، وكمان هحط بعد كده طبقة من المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهننزل طبعا البشاميل عشان المكرونة تتغرق كده بالبشاميل كلها، يبقى كلها من صوص البشاميل زي ما انتوا شايفين. معلش انا مسرعة الفيديو شوية علشان ما يطولش اكتر من اللازم عليكم. هنا هننزل بعد كده الحشوة كلها بتاعة النجريسكو. ودي يعتبر حشوة تانية، يبقى احنا حشينا طبقة برضو من نفس الحشوة دي، ودي الطبقة التانية بنحشيها برضو من نفس الحشوة. ما اقولكمش بقى يا جماعة، ريحة الزيتون مع الفلفل الاخضر والتوابل ريحتها جميلة جدا. هنا هننزل كل الحشوة، هننزل الفراخ بالفلفل الاخضر، كل الحشوة بتاعتنا هننزلها بالطريقة دي ونملى كل الفراغات اللي فيها. خلاص كده نزلنا الحشوة كلها بالطريقة دي. كلام جميل، كلام جميل. بعد ما خلصنا الحشوة بالشكل ده هننزل بالمكرونة مرة تانية، ودي اخر طبقة للمكرونة. نزلنا المكرونة وفردناها كويس قوي، وبعد كده نزلنا برضو صوص البشاميل عليها وغرقناها، ونزلنا كل صوص البشاميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بكوباية من الجبنة الموتزاريلا، لو عندك كمان على فكرة جبنة شيدر حطي، مفيش اي مشاكل. لو عندك برضو جبنة رومي حطي، هتبقى برضو جميلة جدا. انا معايا كوباية من الجبنة الموتزاريلا حطيتها على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخلها بقى على فرن سابق درجة الحرارة بتاعته، مولعاه قبل كده 180 درجة في الرف التحتاني خالص، اخر درجة في الفرن. هيقعد تقريبا ربع ساعة على درجة 180 في الرف التحتاني خالص للفرن، 180 درجة. هيقعد تقريبا ربع ساعة. وبعد كده هنفتح الشواية دقيقتين او 3 دقايق عشان يديني اللون الجميل ده. وبدام قاعد تحت الشواية متسيبوهوش ابدا، تكوني قاعدة جنبه علشان الوش بيحمر بسرعة
ويديك اللون الجميل التحفة ده. ايه رأيكم بقى؟ في منتهى الجمال. وعملنا كده المكرونة النجرسكو بالفراخ من الألف للياء. لايك واشتراك بقى وتفعيل الجرس، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.